السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي قناتي، وفي حلقة جديدة من حلقات ممثلينا ونجومنا الخالدين. هنتكلم عن ممثل اسمه عادل أبو الغيط. عادل أبو الغيط ممثل مصري بدأ مسيرته الفنية في الثمانينات، واشتغل في أدوار ثانوية مساعدة في السينما وبعض مسلسلات التلفزيون. أدى ببراعة دور الصحفي اللحوح في عدة أفلام، وكان دايما بيأدي دور الإنسان المستضعف المستكين المهضوم حقه. هو عمران خادم المسجد في فيلم الطوفان عام 1985، ومن أهم مسلسلاته اللي شارك فيها ليلة القبض على فاطمة سنة 1982، ومن أهم أفلامه فيلم التخشيبة عام 1984. الفنان عادل أبو الغيط له أكثر من 80 عمل فني شارك فيهم. من أعماله فيلم قمر الليل 1984، فيلم التخشيبة 1984، فيلم علي بمظهر و40 حرامي، فيلم الطوفان، فيلم عزبة الصفيح، فيلم التعويذة، فيلم الشاويش حسن سنة 1988، وفيلم العجوز والبلطجي عام 1989، وفيلم مسجل خطر، وفيلم بوابة إبليس في عام 1983. وله أعمال أخرى، وآخرها فيلم إذاعة حب عام 2011. ومن بعد هذا الفيلم لم يدون له أي أعمال ولا يوجد عنه أي بيانات أخرى. الفنان عادل أبو الغيط من مواليد عام 1946، ولا يوجد له أي بيانات تدل على أنه حي أو توفاه الله. كنا نتحدث عن الفنان الممثل المصري عادل أبو الغيط. خد النفس من مناخيرك والفلوس من جيبك.